عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين كده بقى في فيديو جديد وروتين جديد، ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا يا جماعة الجواب باين من عنوانه، وادي الجواب وادي عنوانه. انت بتعملي ايه؟ يا لهوي، يا دي قطقانة ما تمشيش معاكي مانجا. شايفين يا جماعة؟ شايفين المهزلة؟ ايه ده يا سيلا؟ دي برتقانة. شايفين المنظر؟ شافت المانجا اول لما شافتها لا فضلت تزن. احنا عندنا ما شاء الله البيت كله بيحب المانجا. ياسين غسل لها واحدة صغيرة واداها لها. بصراحة كده انا قاعدة لا بيا ولا عليا، لقيت قال ايه جوزي بيتصل بيا وجايب لي الحاجات الحلوة القمر دي، لقيته بيقول لي بعت لك حاجات شوفيها وقولي لي ايه رأيك. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ده قفص كده من البرتقال. البرتقال بقى كده الصيفي التحفه، جاي نضيف كده وحلو قوي. هنشطفه ونغسله مع بعض ونعمل منه ايه، هقشره هوريكم هنعمل فيه ايه. طبعا البرتقال يعني كله فيتامين سي وحاجه كده زي الفل. طيب البرتقال حاجه كده في قلبك زي الفل. انا بقى المانجا يا جماعه عايزه اقول لكم ان هي دي مانجا زبديه بتبقى حلوه قوي في العصير، يعني انا بحبها عصير اكتر من الاكل، لان بصراحه بتطلع في العصير تحفه جدا جدا، وبعدين بتكون تقيله كده وحلوه ولونها محمر. بس انا اتفاجئت ولقيتها ان هي جامده قوي كده، قد تكون مش مستويه. فقولوا لي بقى كده، اكتبوا لي في الكومنتات اعمل فيها ايه علشان تستوي، وابهروني وقولوا لي بقى كل واحد كده وخبراته وخبراته. مش عارفه في ايه اعمل فيها ايه. بالله عليكم كده لو تعرفوا فقولوا لي. طبعا ما تركزوش مع سيلا خالص، اوعوا تكونوا شايفينها. تكلمني قولي له انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ لا انت بتعملي ايه؟ انا ماما بسألك بتعملي ايه؟ اعمل طقانه يا جماعه. الله، تعملي طقانه ولا تعملي مانجا؟ اعمل مانجا وقطقان. ها محدش بقى يعترض على سيلا. تعالوا بقى كده يا حبايب قلبي لما نجيب ونغسل البرتقال ده كده غسله كويسه ونشوف هنعمل ايه فيه مع بعض. وطبعا اوعوا تنسوا تنزلوا بسرعه تشتركوا في قناتي لو اول مره بتشوفوني، ولايكات كتيره كده لو الفيديو عجبكم. كل اخواتي يا حبايبي بحبكم في الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. بصي اعملي كده، اعملي كده. اعملي لهم كده يا اختي جميله يا اختي. بصوا احنا عمالين ناخد صوره علشان الفيديو، وهي كل ما تلاقيني عملت حاجه كده ولا تعمل زيي. دي يا جماعه الايه البغبغان بتاعي. انت البغبغان بتاعت ماما؟ انا حميها. عايزه تحمي البرتقانه هنا؟ طب حطيها يلا عشان نحميها. عايزه احميها. لا سيبيها عشان نغسلها بقى. مالينا بقى كده طبق ميه عشان نغسل فيه البرتقان. عايزه اقول لكم ان هو نضيف جدا، بس اديله بس هنغسلها عشان تبقى نظيفه. وانت كمان تروحي بقى كده تقلعي هدومك اللي عليها مانجا دي عشان تبقي جميله. ماشي؟ ممكن بوسها بقى، بوسها لماما. سيلا انت عامله نفسك مش من هنا، هاتي بوسها لماما. لاوي. غيرتي؟ بقيتي قمر؟ قولي لهم بصوا انا بقيت قمر. شيلي ايدك طيب عشان ما تتوسخش. بصوا بقى يا جماعه بجد والله العظيم اجمل حاجه في الحاجات الحلوه دي لما تلمي كده اطفالك حواليكي ويقعدوا يبقوا حابين ومستنيين. عايزه ايه؟ دي؟ ده قشر، احنا بنحط القشر هنا. وياسين بقى طبعا طلع هو كمان. الموضوع مسلي بصراحه. انا بقى بعمل لهم كده بصوا، وياسين بيعمل ورايا كده. يا جماعه الموضوع سهل جدا. لا يا سيلا ان انت تقشري. بصي اهو كده بعمل بقى كده، بتطلع معايا القشره بسهوله جدا. احسن ما تقشري احسن ما تقشري بالسكينه. استني يا سيلا. شاطره يا لين، مش انت شاطره؟ مش انت قمر؟ انا بحبك قوي عشان انت شاطره. شاطره يا سيلا. استني طيب. بصوا اهو تعملي بقى كده البرتقال ده وتشيليه حاجه كده زي الفل. تعمليه بصراحه كده على طول، وتعملي بقى عصاير وعصاير فريش وبألف هنا وشفا. وداخلين بقى كده على المدارس والحاجات الحلوه دي، تعملي عصير للولاد كده وتظبطي دنيتك. شايفين الجمال والحلاوه؟ هعمل لك ياسين اهو، هديك دي. بصوا اهو اهو. خدي يا ياسين.
ايه رايكم؟ انا من النوع اصلا اللي بحب اعمل كل حاجه اخزنها بصراحه. كنت عامله طماطم، كنت عامله كميه كبيره وخلصت من عندي، فانا دلوقتي محتاسه. كنت عاملاها علشان لما الطماطم ترفع الرفعه الجنونيه دي تبقى موجوده عندي، لان الحمد لله يعني انا عندي فريزر وعندي الفريزر بتاع الثلاجه، يعني عندي مكان اقدر اشيل فيه الحاجه. فان شاء الله بقى كده الحاجات بس كده ترخص، وعلى اول الشتاء باذن الله نرجع نجيب الخضار الحلو القمر ده، بقى الشتاء يطلع كده علينا باذن الله بخير وسلام، ونعمل بقى مع بعض نخزن ايه شويه خضار قمر كده ان شاء الله باذن الله عليكم خير باذن الله. استني هديكي اهو. كله يا جماعه عايز يشارك في العمل الجميل ده. العيال كلها ما شاء الله حابين ان هم يقعدوا يعملوا. خدي يا قلبي اتفضلي. حطي شاطره برافو برافو. يلا يا هنا عايزه تقفلي الفيلم اهو. بصي بقى كده جبت اكياس ثلاجه وهفتح بس كده الواحده ايه نصين. يا جماعه حوالي 4 بذرات كده لازم نشيلهم بصراحه، علشان لو عملتي بيه عصير هيمرر العصير بتاعك ومش هيبقى حلو خالص. بس كده وكده يبقى جاهز معانا على ان احنا نشيله بقى كده في الفريزر، وكده الدنيا معانا زي الفل. على فكره يا جماعه ماما عدت ال4 بذرات. لا يا شيخه هم 4. طب اقول لكم على حاجه، في كمان ما فيهوش بذر اصلا، يعني بفتح ساعات واحده دي اول واحده هي تحتها ما لقيتش فيها بذر خالص. يلا خلصنا البرتقال وخليناه زي الفل. تعالوا كده نسمي بالله ونشوف. ادي 1 2 3 زق القمر 4 6 الكيس دوت يعني الكيس صغنن شويه باين عليه كده 7 اما المانجا بقى نسيبها لحد ما نشوف هنعمل فيها ايه. تطلعي بقى الكيس كده زي القمر وتحطيه في الخلاط وتحطي عليه كوبايه ميه وتحطي عليه شويه سكر، يبقى معاكي احلى عصير برتقال حاجه كده في قلبك. بصوا شكل البرتقال عامل ازاي. انا يا جماعه منبهره على فكره من شكل قمر ما شاء الله. تسلم ايدك يا امي، تسلم ايدنا كمان، تسلم ايدنا كمان طبعا عشان ساعدتك. ماشي تسلم ايد سيلا اللي قاعده بتتفرج على لولو. ماشي يلا انا قبيل خلاص بس خلاص باي.